بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بمشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان عبر الصفحة الشخصية للمعلق الرياضي عصام المعلاوي وقناتي على اليوتيوب قناة العالمي. طبعا انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي فيوتشر منذ لحظات، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. عايز أقول لك إن دي المباراة، يعني النادي الأهلي لعب فيوتشر في الدور الأول وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، والنادي الأهلي في اللحظات الأخيرة في مباراة فيوتشر في الدور الأول أهدر ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة، وكانت كفيلة إن هي تحصد على الثلاث نقاط في الدور الأول، ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. وكان على فكرة ملحوظة بس للسادة المشاهدين، كان مطرود من فريق فيوتشر في أول ربع ساعة أو تلت ساعة تقريبا من أحداث الشوط الأول في الدور الأول، طرد للاعب عمر كمال اللي كان متواجد النهارده في مباراه اليوم، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي النهارده، بالتعادل السلبي بدون اهداف. طبعا النادي الاهلي يصل الى النقطه 69. كان النادي الاهلي اهدر اكثر من فرصه، كان كفيل ان هو يكسب النهارده ويحصل على الثلاث نقاط. النادي الاهلي دلوقتي يحصل على النقطه 69، ونادي فيوتشر يحصل على النقطه 58. عايز اقول لك النادي الاهلي لم يتلقى اي هزيمه في الدوري الممتاز حتى الان، يعني النادي الاهلي لم يتلقى اي هزيمه في الدوري الممتاز تحت قياده المدير الفني السويسري مارسيل كولر. النادي الاهلي لم يتلقى اي هزيمه في بطوله الدوري الممتاز تحت قياده المدرب السويسري مارسيل كولر، ودي غالبا التعادل السادس للنادي الاهلي او التعادل الخامس للنادي الاهلي. النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي ما تلقتش اي هزيمه في الدوري حتى الان. طبعا هي مباراه جيده جدا من النادي الاهلي، ولكن ينقصها بعض الاهداف وبعض التركيز من بعض اللعيبه وبعض الفرص الضائعه والفرص السهله. النهارده محمود كهربا اضاع اكثر من هدفين، برضو حسين الشحات وبرضو بيرسي تاو، فرص كتيره وهدف ملغي في نهايه احداث الشوط الاول. هدف ملغي للاعب ياسر ابراهيم بتمريره سحريه من اللاعب حسين الشحات للاعب علي معلول، وعرضيه يدخل في الكره المدافع ياسر ابراهيم واحرز الهدف الاول، ولكن بعد الرجوع الى الفار عن طريق الحكم محمود البنا ويحسب الهدف تسلل، وتنتهي المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف. ونتمنى تقدم ومزيد للنادي الاهلي في المباراه القادمه ونحو اللقب، وان شاء الله النادي الاهلي يقترب بقوه نحو حصد اللقب ان شاء الله بطوله الدوري الممتاز. وشكرا، واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.